بعد ما غسلوه ودفنوه لما رجعوا البيت لقوه في انتظارهم، ولما قرروا ان هم يفتحوا القبر هنا كانت المفاجأة والصدمة الكبيرة. كملوا معايا لحد اخر الفيديو علشان تشوفوا احداث القصة معانا. وقبل ما نكمل هسألكم في التعليقات تحت تصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش لو بتشوفوني على اليوتيوب تعملوا لايك وشير كتير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل فيديوهات. في قصتنا النهارده هنشوف صبر الام عظيمة عانت كتير جدا في حياتها. تعالوا نشوف ايه اللي حصل لها بسبب صبرها ده. الست دي من وهي صغيرة عانت كتير في حياتها، اتحملت كتير، بس كان اجمل ما فيها ان هي كانت حمولة وعمرها ما اشتكت ولا حتى عمرها بصت في ايد غيرها. وكل ما كنت تبص في وشها كده تحس ان اي حاجة حصلت معاها ما فيش مثلا عندها رضا، لا بالعكس طول عمرها راضية بقضاء ربنا. كانت بتعلم كل اللي حواليها يعني ايه كلمة صبر، وان ده جزاء كبيرة جدا وعظيمة عند ربنا. كل اللي كان بيشوفها في اي مشكلة كانت بتتعرض لها كانوا عارفين ان مفيش اي حاجة بتهزها. وهي اصلا دلوقتي لما كبرت وبقى ست كبيرة بقى عندها اولاد واحفاد، بس عمر ما حد في يوم من الايام شافها وهي منكسرة او هي حزينة او هي ضعيفة، لحد اليوم ده، اليوم اللي للأسف مات فيها ابنها الكبير. كل اللي شافها في اليوم ده كان مستغربها جدا. لأول مرة في حياتهم بيشوفوا علامات الحزن وعلامات انكسار في وشها. اللي هو انت يعني شفت كتير في حياتك، شفناكي في وفاة والدتك، شفناكي في وفاة والدك، شفنا حاجات كتير، شفتي أصعب من كل ده، شفت حاجات كتير قوي في حياتك، لكن لأول مرة الحزن يبان عليكي بالشكل ده. أنا عاوزة أقول لكم إن الست دي كمان أصلا لما كبرت في السن فقدت بصرها، بقت عامية كفيفة. حتى اليوم اللي اتعامت فيه واليوم اللي هي يعني فقدت بصرها ما زعلتش على نفسها، وكانت بتحمد ربنا وبتشكره، وكانت راضية بقضاء ربنا وقدره. وقالت لهم ان انا ممكن ما كنتش بشوفش بعيني، بس قلبي انا شايفة بيه كل حاجة وراضية بكل حاجة. بس نشوفها في اليوم اللي ابنها مات فيه كأن كل الدنيا سودت في وشها، بتقول انا اول مرة احس فعلا ان انا ما بشوفش. رغم كمية الحزن اللي هي كانت فيها ما طلعش منها صوت ولا صرخة واحدة، ما طلعش منها غير كلمة او كل اللي طالع عليها في الوقت ده إنا لله وإنا إليه راجعون. ما كانش أبدا على لسانها غير الكلمة دي، كانت دايما بتردد تقول كده. ابنها ده كان بصراحة لازم يزعل عليه، لأن مربيه من التعب والشقة، كل قرش اتربى بيه كان من الحلال. ابنها كان يعتبر الولد الوحيد على 3 بنات، غير كده كمان كان حنين قوي قوي عليها. كانت فرحانة بيه يوم ما اتجوز، وكانت فرحانة أكتر يوم ما بقت جد على إيده. فعلشان كده كانت شايفة إن ابنها بالنسبة لها هو ده مصدر السعادة بالنسبة لها. ويوم ما مات حست إن كل الفرحة وكل الخير راح معاه. أحكي لكم يوم وفاته. في الوقت ده دخل الشيخ مع المساعد بتاعه. الشيخ ده هو المسؤول وبيغسل الأموات، مسؤول عن الغسل الموتى في القرية الموجودين فيها، القرية كلها. وبمجرد وفاة ابنها على طول كلموه علشان يجي يغسل. فدخل الأوضة هو والمغسل المساعد اللي معاه بتاعه، وكان معاهم في الوقت ده ابن المتوفي وكمان ابن عمه اللي هو ابن عم المتوفي. كان شاب صغير، ابن المتوفي ده كان عنده 18 سنة، وكان شخص عاقل جدا زي أبوه بالظبط. وكان رافض أي حد قدامه يشوفه بيبكي على أبوه أو بيصرخ أو بيصوت، وكان دايما بيقول أبويا موصيني محدش يبكي عليا يوم وفاتي. بس غصب عنه الموقف تقيل ومؤلم عليه. وقت الغسل لما شاف أبوه كده لا حول ليه ولا قوة، كان بيكلم نفسه ازاي أبويا اللي كانت صحته بتهد جبال فجأة يبقى كده قدامي، سبحان من ليه الدوام. وغصب عنه دموعه نزلت. المغسل ساعتها زعق له وقال له لا لا اللي انت بتعمله ده غلط وما ينفعش، انت كده بتعذب ابوك، ما ينفعش البكا على راس الميت. وقتها قال لابن عمه خد واطلعوا بره، هديه بره. قال لهم خلاص انا هسكت. لا المغسل صمم قال له لا ما ينفعش، خدوا ابن عمك وطلعوا بره، هديه بره. ووقتها اللي كمل الغسل والتكفين هو الشيخ والمساعد اللي معاه. بعد كده خلصوا العزا واليوم كله خلص. المهم الولد ده طلع البيت وقعد. كان ليه صاحب قريب منه جاب له صينيه فيها اكل وحلف عليه انه لازم ياكل، وكفايه اليوم صعب النهارده ويوم صعب كلهم مروا بيه. المهم طبعا كان معاه وشكره جدا. وساعتها كانت جدته واخواته البنات. وبعد كده خلاص كل واحد بيدخل الاوضه بتاعته بينام بعد اليوم الصعب والطويل عليهم والحزن الشديد. بس هو بالذات ما كانش جاي له النوم خالص، وكان عنده اسبابه. الاوضه اللي كان فيها الغسل هي كانت الاوضه بتاعته اللي كان فيها غسل والده. فعلشان كده وهو كان نايم على السرير كان عمال يفتكر كل اللحظات اللي مرت عليه من ساعة اللي حصل. فجأة كده لقى باب الأوضة بتاعته بيتفتح. كانت مين؟ كانت جدته. هي أي نعم ما بتشوفش وكفيفة، بس حافظة تفاصيل البيت كله حتة حتة. كانت جاية زعلانة قوي وكانت بتعيط وبتبكي. سألها قال لها انت مالك فيكي ايه تاني؟
قالت له ابوك يا ابني، ابوك جاي لي دلوقتي وبيعيط بيقول لي رجلي بتوجعني. قام هو خدها في حضنه وهداها وطمنها، وهو اصلا كان محتاج اللي يهديه ويخفف عنه. قال لها بس بقول لك ايه، اهدي بس شويه، ابويا خلاص مات وتقبلي ده. قالت له ازاي كده، ده كان لسه دلوقتي معايا وكان بيعيط وبيتأذى خالص وبيقول لي الحقي رجلي وجعاني. المهم قام هو وجدته وفضل يطبطب عليها ويهديها، وبعد كده رجعها الأوضة بتاعتها، والليلة دي عدت. بس لما صحي من النوم لقى ان جدته عماله تقول له نفس الكلام، وبتقول له يا ابني انا مش عارفه ابوك ماله، كل شويه عمال يجي لي في المنام وبيشتكي من رجله. صحي لقى نفس الكلام بتردده تاني جدته ومش عارف يقول لها ايه. المهم في الوقت ده صاحبه جاله البيت وقال له تعالى، كان عايز يخرجه، كان عايز يهون عليه شويه. الشخص ده كان شخص مؤمن جدا وكان ملتزم وعارف ربنا، وقال له انا حاسس بيك لاني مريت بنفس التجربه دي قبل منك في وفاه ابويا الله يرحمه، ولكن انا عاوز اقول لك ان هي دي سنه الحياه. كان عمال يقول كلام كتير علشان يخليه مؤمن بقضاء ربنا وقدره. وقال له انا عارف ان موت ابويا ده كان اصعب قرار بالنسبه لي وحاجه صعبه عليا، وما كنتش عارف انام، حتى لو نمت انا كنت دايما بحلم بيه، حتى ولو انا صاحي بحلم بيه. كنت بسمعه بيبكي في كل مكان، تخيل. وكنت ما كل ما احلم بيه الاقيه بيشتكي من رجله، وان في الم شديد جدا موجود في رجله. ساعتها الولد لما سمع الكلام ده قال له الم في رجله. انا عايزه اقول لك ان جدتي كمان لما صحيت قالت لي نفس الكلام ده، وقالت ان هي حلمت نفس الحلم الغريب اللي انت بتقول عليه ده، ان بابا جاي بيقول لها الحقي رجلي بتوجعني. المهم ما رجع البيت لجدته قال لها انا عايزه اتكلم وفضفض معاكي النهارده لما كنت مع صاحبي. قال لي وحكى لي عن ابوه، وقال لي ان بعد ما ابوه ما مات كان بيحلم نفس الحلم الغريب اللي انت بتحكيه لي واللي انت بتحلمي بيه دلوقتي. فتقوم في الست في الوقت ده لما تسمع الكلمتين دول قالت له بقول لك ايه، انا عاوزاك تنادي لي صاحبك ده يجي لي دلوقتي البيت حالا. استغربها قوي وقال لها حاضر اللي انت عايزاه، بس ايه دي حاضر. قالت له ازاي ما بقول لك كلمه دلوقتي وهاته. وفعلا جابوا البيت وقال له تعالى جدتي عايزاك. جه فعلا وقالت له انا عاوزاك يا ابني تحكي لي كل حاجه بالظبط عن الحلم اللي انت شفته بعد وفاه ابوك. المهم قال لها كل حاجه، قال لها الاوضه اللي كان بيتغسل فيها كان دايما بيجي لي فيها وعلى طول بيعيط، وبرضه بيقول لي فيه الم شديد جدا جدا في رجلي. قالت له طب انا عاوزاك تقول لي دلوقتي مين اللي غسل ابوك. قال لها الشيخ اللي غسل ابنك، هو نفس المغسل، وفي حد في البلد بيغسل غيره هو. انا دلوقتي فعلا ابتديت افهم بالظبط اللي حصل. انا عاوزاكم دلوقتي تاخدوني دلوقتي حالا على القبر بتاع ابني، انا عايزه اشوفه، عايزه اتاكد من حاجه حصلت. الشابين فضلوا يهدوا فيها وفضلوا في حال الذهول. اهدي يا حاجه اطمني كده، احنا الاتنين معاك اهو، بس ايه يعني ايه عايزه تروحي تفتحي القبر؟ قالت زي ما بقول لكم. قال لها خلاص اقعدي، احنا الاتنين هنروح بنفسنا نشوف كل حاجه، وهناخد الكشاف معانا، ولو لقينا اي حاجه غريبه هنيجي نقولك على طول. بس هي كانت مصممه تروح معاهم، لكن في الاخر اقنعوها انه ما ينفعش ان انت اقعدي استنينا هنا، وان احنا هنرجع لك بسرعه مش هنتاخر. فعلا الاتنين خدوا معاهم مفتاح القبر وراحوا فتحوا خدوا الكشاف معاهم، وبعد كده دخلوا فعلا فك الكفن. وقتها اكتشف مصيبة وكارثة ومفاجأة، اكتشف ان رجل ابوه مش سليمة، بمعنى ان في صابع من رجله مقطوع. وهنا اول ما شافوا، طبعا لما شافوا المنظر كده ما كانوش مصدقين، كانوا مصعوقين من هول المنظر، ما كانوش مصدقين ان ده حصل، وقالوا ده شكل اللي حصل لابوك هو اللي حصل مع ابويا. وعلشان كده الموضوع بقى واضح جدا، وشكل كده المغسل هو الوحيد اللي عمل كده، وكمان كان مصمم في الحالتين ان محدش فيهم يكمل معاه الغسل للاخر، فمعنى كده انه كان بيمشيهم قصد علشان يعمل فعلته وعملته دي. المهم روحوا لاهليهم وجمعوا اهاليهم ورجالة كل العيلتين واتجمعوا مع بعض وخدوا بعضهم وطلعوا على بيت الشيخ ده، وفضلوا ينادوا عليه من تحت ونزل لهم جري في ايه، خير خير يا جماعه ايه اللي حصل. بدأ يضربوا فيه من غير ما يسمعوه علشان على طول يعترف بكل حاجه، لحد ما فعلا خد علقه تمام واعترف بكل حاجه، وحكى انه كان بيشتغل مع ساحر، والساحر ده كلهم عارفينه، وان هو بيطلب منه صابع من رجل راجل ميت عشان يتعمل عليه السحر ده، والسحر في الوقت ده بيكون قوي جدا. طبعا بعد ما قعدوا يضربوا فيه خدوه على بيت الساحر، ضربوهم وكتفوهم هما الاتنين، وفي النهايه سلموهم لاسم الشرطه وبلغوا عنهم. الغريب بقى ان في كتير من اهالي البلد سمعوا الخبر ده وحبوا ان هم يطمنوا على اهاليهم المتوفيين اللي المفروض اللي بيتقال عليه الشيخ ده غسلهم ودفنهم، ولقوا فعلا ان في كتير منهم صباع رجله مقطوعه بنفس الطريقه. بس بقى الولد في الوقت ده ابن المتوفي كان الغريب بالنسبه له بيفكر ليه مش كل الناس حلمت بالحلم بتاعنا ده،
ان الفقيد بتاعهم جاي يشتكي من رجله ان هي وجعاه. وده كان السؤال اللي شاغل باله ودماغه، علشان كده قرر ان هو يروح لشيخ المسجد يتكلم معاه ويحكي له كل التفاصيل ويقول له اشمعنى جدتي اللي حلمت بالحلم ده. وقتها رد عليه وقال له ان الصابرين بس هم اللي بيكون علاقتهم قويه جدا بربنا، وان ربنا سبحانه وتعالى بيكون متكفل بيهم، وعلشان كده الناس دي بيكون في شفافيه وعمار بينهم وبين اللي ماتوا. فالرسائل دي زي بتكونوا كده بالنسبه لهم بتكون واضحه وفيها شفافيه، لكن مش اي حد بيقدر يفهمها. ده زي اللي حصل بالظبط مع جدتك، عشان بينها وبين ربنا عمار وست صابره، وان هي كانت دايما صابره على الابتلاء اللي كان بيحصل في حياتها، وعلاقتها قويه بربنا. علشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين. ربنا دايما بيقول نصبر على البلاء لحد ما ربنا بيرجع الحق قدام عينك. المهم بس يكون عندك رضا بقضاء ربنا وقدره، وانك تصبر وما يكونش عندك جزع.